مساء الخير على كل متابعين. صاحبة القصة بتقول: اسمي منال، عندي 35 سنة، متجوزة سن صغير. كان عندي ساعتها حوالي 16 سنة، ومن ساعة ما اتجوزت وحياتي كلها شقا وتعب، لكن كنت بستحمل عشان أنا ربنا أكرمني بطفل بعد ما اتجوزت بسنة ونص. وعشان ابني أنا قلت هستحمل كل شيء، وما أقدرش أكدب وأقول إني كنت شايفة إن ممكن يكون جوزي ما منوش أمل إنه يتغير. بالعكس، كنت دايما بقول أكيد هيتغير، أكيد هيحس بقيمتي وقيمة ابنه ويحافظ علينا. كان ليه أخت دايما بتخليه إن هو يعملنا معاملة صعبة شوية. الصراحة في الأول أنا كنت بحاول أتجاهل الموضوع وأقول أكيد الموضوع هيتغير مع الوقت، وكنت بحاول أصبر وبقدم كل شيء كويس عشان هو يقدر وهي كمان. لكن مع مرور الوقت ومرور السنين ومرور المواقف اللي مرت في حياتي اتأكدت إن مفيش حاجة ممكن تتغير. بس ده كان بعد فوات الأوان، بعد أخطاء كتير وتقصير في حقي وحق ابني كتير. وبعد 9 سنين من الصبر فجأة عرفت إن أنا حامل. وفي الوقت ده ما أقدرش أقول غير إن كنت فرحانة جدا. يمكن ما كنتش فرحانة إن أنا هجيب طفل تاني من الشخص اللي هو طول عمره مش مقدر تعبي ومجهودي، لكن كنت فرحانة إن أنا هجيب لابني أخت أو أخ يكونوا معاه، وأنا كمان أكون مبسوطة بيه. واعتبرت إن دي ممكن تكون بداية جديدة ليا أنا شخصيا. ولكن في خلال فترة الحمل حصل مشاكل كتير، وحسيت برضو إن أنا مش هينفع إن أنا انفصل عشان الطفل اللي جاي ده ملوش أي ذنب. وساعتها كنت مقررة، في خلال الفترة اللي أنا عرفت فيها إن أنا حامل، وكانت لأول مرة أقرر القرار ده، إن أنا أبعد وانفصل عن جوزي. لكن الحمل فرق معايا كتير وغير وجهة نظر، وجبت فعلا بنوتة زي القمر. كنت فرحانة بيها جدا جدا. وساعات كتير ما بتبقاش الست فرحانة بزوجها أو بحياتها، لكن بتكون فرحانة بالطفل أكتر من أي شيء. وفعلا من هنا بدأت أحاول معاه من أول وجديد التصرفات الغلط اللي بيعملها، أو طريقة الفكر اللي مش صحيحة، أو التقصير في حقوق البيت وفي حقوق الأولاد وفي حقي. بدأت إن أنا أعيد معاه كل حاجة من الأول، وكان جوايا طاقة التحمل برضه. لكن برضه بعد مرور كذا سنة لقيت إن أنا كنت غلطانة غلط كبير جدا. ساعات كتير بقعد وبلوم نفسي 1000 مرة، يا ترى ليه ما بعدتش من الأول؟ كان عندي فرصة 9 سنين وأنا معايا طفل واحد إن أنا أقدر أشيل مسؤوليته. ويمكن كان ممكن في الفترة دي أي حاجة حصلت في حياتي تغيرها للأفضل. كنت قابلت الشخص المناسب، أو إن مثلا أنا كملت وربيت ابني وتحملت المسؤولية. لكن الإحساس اللي كان جوايا طول الوقت إن خايفة إن ابني ممكن ما يطلعش شخص سوي. عشان كده كنت بخاف إن أنا أنفصل عن باباه، وكنت بحاول أتحمل على قد ما أقدر. وفعلا في خلال الفترة اللي هي بعد أول 5 سنين من عمر ابني فعلا حصل معاه مشكلة صحية كبيرة، وفضلت معاه لحد النهاردة. وما أقدرش أقول إن هي مرت عليا بالساهل. كان ساعات كتير تعب ومجهود وصبر وسهر وحاجات كتير كنت بنحط فيها. ما كنتش برضو بلاقي حد جنبي غير بابا. الأهل طول عمرهم ملهمش دعوة بحاجة، عندهم شعار إن البنت مادام اتجوزت هي مسؤولة عن نفسها. وما كانش طبعا لو واحدة حصل معاها مشكلة من إخواتي وراحت هناك كانت دايما بتلاقي المعاملة مش أحسن حاجة. أنا والدي ووالدتي عايشين، لا عندي مرات أب ولا جوز أم، ولكن الأب هو اللي راجل صعب، ودايما كده بيحسسني أنا وإخواتي إن إحنا ملناش قيمة عنده، ودايما بيهتم بإخواتي الولاد وبس. وده كان أكتر سبب مخليني متمسكة إن أنا ما أروحش عنده خالص، لا أنا ولا ابني.
كان دايما بيعاملنا معاملة مش أحسن حاجة، وما كنتش بحس بالاحتواء ولا بالحب، وعشان كده فضلت إن أنا أكمل. بس دلوقتي بعد مرور أكتر من 17 سنة وأنا مرتبطة بنفس الشخص أبو ولادي زي ما بيقولوا، عايزة أقول لكم خسرت حاجات كتير جدا مهمة، مش بس الفلوس، ومش بس المجهود ولا الصبر ولا قوة التحمل. حسيت قد إيه إن ما بقتش أشوف نظرة الاحترام في عين كل اللي مني، من كتر ما أنا طول الوقت حالي مش أحسن حاجة، وطول الوقت محتاجة للمال، وطول الوقت بيضيع فلوسنا وبيشرب كل حاجة. الصراحة الموضوع ده تعبني نفسيا بطريقة وحشة خالص، وعارفة ومتأكدة دلوقتي حتى في الوقت اللي أنا بحكي لكم فيه حكايتي إن عمره ما هيتغير، وإنه هيفضل زي ما هو. بس في نفس الوقت أنا مستحيل هكرر نفس المشكلة في حياتي مهما حصل. يعني أنا ما عنديش أي نية الجواز، وفي نفس الوقت ما عنديش برضو أي استعداد إن أحرم ولادي منه حتى لو هو شخص مقصر. بيني وبين نفسي حاسة إني مبقتش قادرة أكمل، لكن في صراع جوايا بيحكم بعشرة السنين وبالحب اللي كان موجود، وكمان بالأولاد. ولكن في نفس الوقت حاسة إن طاقتي ما بقتش قادرة إن أنا أتحمل. كنت في الأول مهما تكون المشكلة صعبة ومهما يكون الاحتياج كنت بحس إن أنا قادرة إن أقع وأقوم وأكمل من أول وجديد، وعندي قوة تحمل إن أبدأ دايما من الأول. وفعلا كنت بوصل، لكن دايما في حياتي كل حاجة بوصلها بعد تعب ومجهود وصبر بيكون هو السبب أو سبب رئيسي في إن هي بتضيع مني. والكلام ده مش عن مرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا حتى 10، كتير جدا. حسيت إن خلاص ما بقاش عندي مكانة أو قدرة إن أنا أقدر أكمل، لحد ما في يوم قررت إن أنزل أشتغل. بس المشكلة إن أنا بقى سني كبير مش زي الأول، ومن كتر الزعل والصبر والمجهود وبهدلة الدنيا عايزة أقول لكم، والمسؤولية اللي كنت شايلاها، أنا ما بقيتش زي الأول. مجهود الشغل بقى صعب جدا جدا عليا، ده غير كمان بقيت أحس إن أنا تعبانة ومش قادرة أكمل، لكن حاسة إن مش لاقية أي طريقة إن أنا أكمل فيه. بقيت عايشة دلوقتي في شقة إيجار وعليا فلوس كتير، وكل ده بسببه هو. وفي نفس الوقت حاسة إن المسؤولية تقيل، ولادي بيحتاجوا مصاريف كتير. الحياة ما بقتش زي زمان. كان ممكن من 10 سنين أي ست أو أي حد ممكن يتحمل مسؤوليته ويقدر إنه يربي ولاده ويعيش بأبسط الأشياء، لكن النهاردة الزمن اللي احنا فيه بقى زمن صعب جدا، وفيه احتياجات كتير، والفلوس ما بقتش بتكفي مهما تكون بتشتغلي أو بيكون جايلك دخل مناسب. الموضوع فعلا مش سهل، وساعات كتير بقعد أفكر مع نفسي، ومع الأسف ولا مرة لقيت نفسي بقدر أوصل للقرار. فكل مرة بحس إن أنا مش قادرة إن أنا آخد القرار إن أنا أبعد، وحاسة إني مش قد المسؤولية. والنهاردة أنا بحكيلكوا قصتي عشان تقولولي ممكن أعمل فيها إيه. لحد ما في يوم هو قرر ووافق إن أنا فعلا أنزل أشتغل، لكن المرة دي كنت بشتغل مع صديق لي مقرب من سنين، ودي كانت لأول مرة أتكلم عن مشاكلي، وبدأت إن أنا فعلا أتكلم من قلبي، بالذات إن أنا ما كانش في حد في الفترة دي قريب مني. ما كانش ليا أي صديقة، وما كانش ليا أي حد. حتى الإنسانة الوحيدة أختي اللي كانت قريبة مني كنت بحكي لها كل حاجة. من فترة قريبة بدأت إن أنا تتغير من يمي، وبدأت إن أنا كمان ما أحكيش أي حاجة من كتر العتاب والملام، إن طول الوقت إن أنا مقصرة في حق نفسي، وإن الشخص اللي معايا مش مخليني مرتاحة، وإن غلط إن أنا مكملة. ده غير إن هي كمان صابها يعني مشكلة بسببي، وأكتر من مشكلة.
طبعا كنت واخدة منها جزء من المال كتير ويعتبر ضاع وما بقاش موجود. ومن ساعتها ومعاملتها معايا اتغيرت، وفي الوقت ده كده بقيت مفيش أي حد ممكن آخد رأيه في أي حاجة عايزة أعملها ومش عارفة صح ولا غلط، أو مثلا متضايقة من حاجة وحابة إن أنا أتكلم. حاجات كتير قوي اتغيرت في حياتي الفترة اللي فاتت. ما بقاش في أي حد قريب مني، حسيت إني مش عايزة أتكلم مع حد. وفي الفترة دي كان صديقه المقرب ده هو الشخص الوحيد اللي حاول مع مرور الوقت إن فعلا يخليني أتكلم وأحكي اللي في قلبي. ولما حكيت له كل اللي مر في حياتي معاه وكل اللي اتحملته من 17 سنة، بدأت نظرته ليا تكون مختلفة. حسيت في نظرته قد إيه إن أنا ست شجاعة إن أنا قدرت إن أنا أتحمل كل ده. لكن مع مرور الوقت بدأت إن أنا فعلا أحكي له كل حاجة وأحس إن أنا برتاح لما بتكلم معاه، وهو كمان بدأ يساعدني في حلول مشاكل كتير في حياتي. ومع مرور الوقت حسيت إن هو فعلا شخص مناسب. هو كان متجوز ومراته اتوفت وسايباله بنت وولد، وطبعا في الوقت ده ما كانش فيه أي حد عايش معاه. من بعض الأوقات كان بيطلب مني أروح يعني أقعد مع الولاد شوية، وفعلا بدأنا إن احنا نعمل يوم نخرج فيه كلنا مع أولادي وأولاده، وجوزي برضو كان بيبقى معانا. ولكن الصراحة كنت بحس إن أنا سعيدة جدا وهو موجود معايا. حصلت معايا مواقف كتير كان هو بيحلها، بيتدخل وبيحل كل المشاكل اللي أنا كنت ببقى محتارة فيها. وقد إيه حسيت إن هو فعلا بقى شخص مهم في حياتي، وبدأت فعلا أنجذب ليه وأحس إن أنا طول الوقت عايزاه يبقى موجود معايا. وده طبعا يمكن لأني كنت مش حاسة بالأمان، وطول الوقت بدور على الشخص اللي ممكن يكون يخليني يعني مش شايلة مسؤولية، أو مش شايلة أهم حاجات كتير مش عارفة أعمل فيها إيه. في الوقت ده بدأت المشاكل بيني وبين زوجي تزيد شوية، ولكن بعد فترة قررت إن أنا أطلب الطلاق بكل قلب جامد وبجراءة. ولكن ساعتها طبعا رفض وقال لي مستحيل ده يحصل، أنا مستحيل إن أنا أبعد عنك، أنا عايز أعيش معاكي انتي وولادي، وصدقيني هحاول ان انا اتغير. وفضل يتكلم الكلام ده كتير، لكن من كتر ما سمعته بدل المرة 1000 مرة قبل كده، وكانت كل مرة النتيجة بتبقى أسوأ من كل مرة قبلها، حسيت إن أنا الكلام مش مصدقاه. وفعلا حسيت لأول مرة إني باخد القرار وعندي القوة والشجاعة إن أقدر أكمل وهو مش موجود. لكن بعدها لقيت ابني متضايق ومش حابب وجود الشخص التاني ده في حياتنا خالص، ومش متقبل إن هو ممكن يخرج أو يروح أو يجي أو حتى يتدخل في مشكلة بيني وبين والده. وساعتها طبعا طلب مني إن أدي والده يعني فرصة أخيرة، ودي كانت لأول مرة ابني يطلب مني طلب زي ده، وترجاني ساعتها كتير. وعشان خاطره حاولت إن أنا أوافق، لكن حاسة إن أنا فعلا مش عايزة أديله الفرصة دي، لأن كل يوم عن التاني كان بيثبت لي إنه مستحيل يكون قد كلامه في ولا مرة، وما قدرش إن هو يثبت وجوده في حياتنا كنت خلال السنين اللي فاتت دي كلها. ودلوقتي أنا مش عارفة بجد أعمل إيه. أنا خلاص طلبت منه إنه يسيب البيت ويقعد فترة بعيد عني عشان أقدر أخد القرار الصحيح، لكن المشكلة إن هو ملوش حد، مفيش أي حد ممكن يروح عنده، بالذات بعد أخته ما بقت عايشة بعيد عننا وهو ما بقاش بيتكلم معاها. وده طبعا مش بسببي، ده بعد هي ما أثبتت بمواقف الأيام إن هي فعلا مش حباه إن يكون سعيد، ولا حباه إن هو يكمل حياته زيها زي كل الناس. وطول الوقت كانت بتسعى إن إحنا نبعد عن بعض، وكل الحاجات دي هو اللي اتأكد منها مع نفسه من غير أنا ما أتدخل أصلا. فطبعا حاسة إن أنا مش عايزة أكمل، ما بقتش قادرة إن أنا آخد فرصة تانية. لكن في نفس الوقت مش عارفة أعمل إيه مع ابني. ابني ما بقاش صغير، ابني بقى عنده
15 سنة، وطبعا بقى فاهم كل حاجة. خايفة إن أنا فعلا لو أصريت على الانفصال من والده، لو جيت اتجوزت هو ما يوافقش، وخايفة إن الموضوع ده كمان يأثر عليه في حياته. يا ريت كل اللي بيسمعني أو مر بحاجة شبه اللي أنا بحكيها يقول لي أعمل إيه في القصة بتاعتي دي أو في مشكلتي، لأن بجد مفيش حد ممكن أحكي له وأقول له كل اللي أنا حكيته ده، لأن من الآخر كده ما خلاش في حياتي أي حد ممكن أحكي له كل اللي مضايقني ده وكل اللي أنا عايزاه، بالذات إن كل الأهل وكل الناس أجمعوا بدل المرة ألف مرة إن أنا لازم أبعد عنه وإنه شخص مش مناسب للحياة. وكل ده بسبب كل التقصير وكل المواقف الغلط الصعبة اللي هو كان بيعملها في حياته، والتقصير اللي دايما والشكل الوحش اللي كان بيحطني فيه. عشت حياتي معاه كل السنين دي، عمره ما اهتم بيا ولا جابلي في يوم من الأيام لبس ولا خرجني فسحني ولا جابلي هدية ولا تعبت يهتم بيا. حاجات كتير جدا كنت منتظراها منه لكن ما كنتش بلاقيها موجودة، وكان طول الوقت كل الحاجات دي حطاها جوايا وساكتة. لكن جه عليا الوقت اللي حسيت إن أنا ضيعت كل السنين دي من عمري من غير ما أعمل فيها أي حاجة. جبت شقة بدل المرة كم مرة وهو السبب إن هو يضيعها. حاولت كتير أحسن ظروفي المادية لكن مع الأسف في كل مرة ما كانش بيساعدني. كل المواقف دي بقت بتمر قدامي في كل لحظة، لكن مع الأسف ما بقتش عارفة فين الصح وفين الغلط. يا ريت كل اللي بيسمعني يكتب لي ويقول لي ممكن أعمل إيه. رأيكم مهم جدا.